السلام عليكم ورحمة الله. معكم مهندس عاصم سعفان، والفيديو ده ان شاء الله هيبقى الفيديو الاول من سلسلة تحدي تجربة موقع داتا كامب في 30 يوم. ده اول يوم باذن الله. انا طبعا اليوم دوت انا عايز اجرب معاكم طبعا الطريقه تبقى ماشيه ازاي والكلام ده كله يعني، لكن انا عايز اوضح حاجه بس بسيطه. طبعا احنا شغالين على موقع داتا كامب، وزي ما قلت لك لما يبقى باين على الشاشه يعني قدامك هتلاقي ان انت عندك موقع داتا كامب على طول بيبقى فيه خصم 50%. عشان بس انا بقى احط لك، ممكن احط لك اللينك تحت يعني لو حبيت تشترك، لكن هو في الاغلب يعني موقع عليه يعني 50% خصم. تمام، على الموقع، على الاشتراك. تمام، دخلت طبعا في تفاصيل والكلام ده كله يعني. تمام، الاشتراك على الموقع كامل، يعني الاشتراك على اي كورس على الموقع يعني وكده. المهم ان هو ده الموقع بتاع داتا كامب، وعليه طبعا زي ما احنا شايفين انا اللي انا ناوي اشتغل عليه ان شاء الله كارير. لو انت دخلت هنا كده في الكتالوج بتاعه يعني هتخش هنا على كارير تراكس داتا اناليست ويز بايثون. ده اللي انا ان شاء الله ناوي اشتغل عليه، عشان تبقى انت واخد فكره يعني كده عامه عن الموضوع. طبعا ده في كورسات كتير جدا، وزي ما احنا شايفين مثلا في كورس انتروداكشن تو بايثون، انترميديت بايثون، ومش عارف ده كده بروجكت اللي هو انفستيجيتنج مش عارف ده كده يبقى بروجكت. بعد ما تاخد مثلا كورسين تلاقي في بروجكت على طول تبدا تشتغل عليه، وهكذا بقى كل شويه. مثلا ده كورس مثلا واحد تلاقي بعده على طول بروجكت ينفع تشتغل عليه يعني وكده. فالمهم ان احنا خلينا نخش في الموضوع على طول. المفروض ان انا النهارده هيبقى يعني اللي انا اشتغلت عليه النهارده يعني ان انا دخلت في اول كورس. وطبعا انا كنت عامل حسابي ان انا مثلا الكورس ممكن ياخد مني ولنفترض يعني يوم يعني ولا حاجه، بما ان انا كده عندي الحمد لله يعني خبره كويسه في بايثون. فانا زي ما قلت لك انا بحاول ان انا اجرب الموقع، فعايز لحد ما اخد اكبر كميه يعني معايا في الشهر دوت يعني، عشان خاطر انقل لك الصوره على قد ما اقدر. لكن انا مش عايزك باي شكل من الاشكال تمشي بنفس الريتم اللي انا همشي بيه، لان يعني مثلا لما دخلت في الكورس بتاع انتروداكشن تو بايثون دوت كنت عامل حساب ان هو يبقى كورس بسيط يعني ولا حاجه والكلام ده كله. الاول كورس محمل، فاهم انت الفكره؟ هو طبعا مكتوب عليه 4 اورز ومش عارف يعني، بس ما يغركش اي حاجه من المكتوب قدامك ده. لا، الكورس محمل وفيه معلومات كتيره جدا. حاول على قد ما تقدر انت تركز في كل معلومه ان شاء الله يعني على قد ما تقدر. لما تدخل بقى في الكورس زي ما احنا شايفين كده صفحه قدامنا. تمام، انا طبعا في البدايه خالص انا عايز بس اوريك نظام الموقع ماشي ازاي، عشان يبقى انت عندك علم كده لو انت حبيت تشترك يعني الموقع ماشي ازاي. اول حاجه زي ما احنا شايفين الكورس عباره عن سكاشن. تمام، تعالى بقى اعمل لك كده الدنيا اوضح لك الدنيا كده. الكورس ده مثلا فيه 4 سكاشن. اول سيكشن بايثون بيزكس، بايثون ليستس، فانكشن اند باكجز اند نمباي. دول كده الاربع سكاشن زي ما احنا شايفين كده قدامنا. كل سيكشن فيه دروس بقى كتير زي ما انت شايف كده. اول درس في السيكشن بيكون فيديو، وبعد كده بقى تطبيق على طول. فزي ما احنا شايفين مثلا هنا هتلاقي مثلا فيديو بيعرفك ليه اصلا ليه اساسا بنتعلم بايثون، او استعمالات بايثون، وبعد كده امتى تستعملها. ده تاني درس. وبعد كده يبدا يعرفك على الواجهه بتاعه الموقع والواجهه بتاعه بايثون بشكل عام. وزي ما انت شايف كده هتلاقي في فيديوهات. العلامه بتاعه الفيديو دي معناه ان ده فيديو، وده معناه ان انت مثلا هتبدا تخش على الكودينج او الكلام ده على طول يعني مباشر. تمام، يعني مثلا ده كده فيديو مثلا. تعال نفترض اوريك برده منظر كده بشكل عام. ده كده مثلا هيبدا يشرح لك هنا مثلا المتغيرات وانواع البيانات والكلام ده كله. تمام، هيبدا يشرح لك. Well done and welcome back. تمام، وبعد كده مثلا هو طبعا هيقعد بقى يشرح لك وكل حاجه متغيرات لو انت حبيت تعمل وازاي تعرف متغير والكلام ده كله يعني. تمام، وبعد كده هتلاقي نفسك دخلت في الصفحه اللي قدامك دي. الصفحه اللي قدامك دي عباره عن مكان او بيئه عمل انت تبدا تكود فيها على طول، تبدا تخش في الموضوع. فطبعا ما بتبقاش عامله كده بالظبط، هتبقى عامله كده بتجي لك بالشكل ده كده وانت اللي بتكتب الاكواد. بيبقى فيه طبعا هنا شويه كلام برضه تكمله شرح كده بسيط، وبعد كده بيديك انستراكشنز. يعني الانستراكشنز دي بناء عليها انت بتبدا تعمل بتبدا تكتب هنا في الاكواد. مثلا هو بيقول لك مثلا اعمل متغير سميه سيفنجز مثلا يعني كده، وانا طبعا مكسل ان اكتب. تمام، وبيقول لك مثلا حط المتغير مثلا قيمته ب 100، وبعد كده اعمل برنت. هو طبعا كان في الاول لسه بيعرفك المتغيرات اصلا وازاي تعمل برنت وكده. بس كده هتعمل مثلا برنت وتعمل سبميت. هتلاقي في الحاله دي بيقول لك انت كده تمام، وتعمل كونتينيو بقى وتخش على الدرس اللي بعده وهكذا يعني. طبعا كل لما بتقدم في الكورس هتلاقي الموضوع بيبدا يعني الى حد ما معاك الموضوع يبقى معقد اكتر شويه وهكذا يعني. المهم زي ما انت شايف دي كده المحتوى بتاع الكورس. اول سيكشن هيبدا يكلمك فيه عن كل حاجه لها علاقه بالمتغيرات، كل حاجه لها علاقه الى حد ما يعني شويه بالداتا تايبس بتاعت اللي موجوده في بايثون وكده يعني، وشويه كالكوليشنز ازاي تستعمل الجمع والطرح والحاجات دي كلها يعني في لغه برمجه بايثون. ده كده بناء على اول سيكشن في الكورس. طبعا زي ما انت شايف انا طبعا لما باخد اي كورس تمام او بدرس اي كورس يعني بكتب فيه نوتس عن كل حاجه انا اتعلمتها في الكورس ده. كل حاجه طبعا، وطبعا مش صفحه يعني، طول ما انت بتقلب كده هتلاقي هتلاقي في نوتس بكتبها انا مع نفسي، بحيث ان انت يبقى ليك مكان لو انت حبيت ترجع لاي معلومه مش هتقعد بقى ترجع لفيديوهات او لكودنج وكده. يبقى انت عليك مكان بتكتب فيه النوتس بتاعتك او مسجل فيه النوتس بتاعتك يعني، بحيث ترجع لها على طول يعني ان شاء الله. ده كده اول سيكشن معاك في الكورس. زي ما قلت لك هيعرفك
بشكل عام اللي قدامك المحتوى بتاع السكشن الاولاني اهوت مكتوب فيه، فاهم انت ايه كل حاجه لها علاقه بالايه بالبتاع. زي ما قلت لك دي كده كلها حاجات انت هتلاقي نفسك انت اللي هنا بتطبق بنفسك، تمام. وبيبقى في معلومات برضو في الانستراكشنز، يعني لما تخش في اي واحد من دولت هتلاقي هنا في معلومات تقرا الاكسرسايز ده بيتكلم عن ايه اصلا، هتلاقي ده شرح، تمام. وبعد كده الانستراكشنز بقى اللي هنا بيبدا يخليك ايه تكتب بقى الاكواد، وممكن تعمل ران للكود عشان تشوف النتيجه هنا، تمام. ولو في اي ايرور مثلا ونفترض انك كتبت دي غلط مثلا وعملت ران، تمام، هيطلع لي ان في هنا حاجه غلط. ليه في حاجه غلط؟ لان دوت مثلا بالنسبه له ما هوش سترينج مثلا ان انا ابقى عامل كده، ففي الحاله دي هيبقى سترينج ولا ايه تشيك يور كونسول فور مش عارف ايه ترو از نوت ديفايند، تمام. المهم يعني ان ديت كده ايه الفاريبل اللي هنا دوت، استنى كده، لا استنى ران كود، تمام. في الحاله ديت هيبقى شغال عادي خالص. انما في حاله بقى ان انت عايز تكتبها ترو بالشكل ده كده عشان خاطر تبقى بوليان، هيبقى الموضوع بالنسبه لك ايه تمام، وهتتكتب مفيش اي فاهم، مفيش فيها اي مشاكل يعني. دي كده اول سيكشن معاك في الكورس اللي هو اساسيات البايثون. وزي ما قلت لك انت لو مش حابب تتعلم بايثون من هنا يعني، او مش هقول لك مش حابب تتعلمها، ممكن تلاقي طريقه هنا مثلا لو انت اللغه بتاعتك مش اقوى حاجه وفي نفس الوقت ترتيبهم انا مش حاسس ان هو احسن حاجه، فممكن تخش على البلاي ليست اللي عندي اللي انا عاملها للبايثون، اتعلم بايثون وبعد كده ايه تعالى كمل مع الموقع عادي يعني. خصوصا لو انت عامل الاشتراك السنوي فمش هيفرق معاك الوقت اللي انت ايه قاعد فيه على الموقع وكده، لانه كده كده الاشتراك السنوي ايه مش هتحتاج اكتر من سنه يعني في الموضوع كله. يعني انا بالنسبه لي انا شايف ان انت لو ركزت على نفسك مثلا 3 4 شهور ان شاء الله تعمل معاك ايه نتيجه باذن الله. فده كده اول سيكشن معاك في الكورس. تاني سيكشن داخل معاك على حاجه اسمها البايثون ليستس، تمام. والبايثون ليستس عشان برضو تبقى انت واخد فكره كده عامه عنها على السريع، هتلاقي ان انت عندك اللي هي الليست يعني زي اي لغه برمجه اللي هي المصدر اللي قدامك هنا ده كده، تمام. ويبدا بقى يكلمك عنها شويه في ازاي تعمل ليست والكلام ده كله يعني بقى ايه، وازاي تعمل سلايسنج والحاجات دي كلها. طبعا انا شرحها برضو في اداره البايثون، فانت ممكن تاخدها بالعربي وتيجي هنا بقى تستغل الموقع في ان انت بقى تعمل ايه، في ان انت تكتب اكواد تطبق عمل وكده يعني. طبعا في حاجات كتير قدام انا مش شارحها يعني خالص، بس انت تستفاد بقى من ان انت اصلا معاك اللي عندك الامكانيه ان انت ايه تكتب كود عندهم على الموقع على طول. زي ما قلت لك الصفحه ما تبقاش عامله كده بالظبط، الصفحه اول ما بتبدا عندك انت هتبقى عامله كده اهوت، وانت اللي هتكتب انت الاكواد اللي هي اللي قدامك هنا ديت، وتعمل سبميت الانسر بتاعتك عشان خاطر يقول لك انها صح، او لو في اي ايرور او كده بيبدا يظهر لك هنا الناحيه دي يعني. ده كده تاني سيكشن اللي هو بيتكلم على الليستس يعني وكده، تمام. بتخش بقى على ثالث سيكشن عندك وهو بيتكلم عن حاجه اللي اسمها الفانكشنز، ويبدا يشرح لك اصلا في الاول خالص ايه هي الفانكشنز، تمام. ويبدا يديك بقى شويه فاميليار فانكشنز يعني زي الفانكشنز اللي انت هتبقى استعملتها في الاول يعني، هيبقى يعرفك مثلا ازاي تجيب التايب بتاع المتغير والكلام ده كله يعني. فهتلاقي هنا بقى بيبدا يوريك امثله من الفانكشنز انت اصلا استعملتها من غير ما تعرف انها حاجه اسمها فانكشن يعني او كده. وبعد كده يبدا بقى ايه يكمل لك او يبني لك عليها حاجات اكتر، ويعرفك ايه الميثودز وايه الفرق ما بينها وبين الفانكشنز. طبعا هي اختلاف مسميات الى حد ما، وان مثلا الميثود بتطبق على الاوبجكت والكلام ده كله يعني. هتلاقي الموضوع الى حد ما يعني واحده واحده بتتعلم. زي ما قلت لك اوعى يعني تاخد الحاجات دي كلها في يوم واحد، اوعى يعني. انا فاهم انت انا بضغط نفسي جدا لان انا اصلا عندي العلم بالحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت انا بحاول ان انا ابين لك في خلال 30 يوم عشان مش عايز اصور اكتر من كده يعني ايه اللي موجود على الموقع، فاهم قصدي؟ انا بس عايز انقل لك الى حد ما تجربه كامله، فانا الى حد ما ضاغط نفسي عشان خاطر اوصل لك التجربه كامله. بعد كده زي ما قلت لك هيكمل لك بقى الفانكشنز ويشرح لك كل حاجه فيها، تمام. يعني الجزء مثلا بتاع الفانكشنز والكلام ده كله يعني انت ممكن تاخده مثلا يعني او تدرسه في يعني ممكن اقول لك مثلا في ساعتين 3 في يوم واحد، ممكن مثلا تاخد كل سيكشنين مثلا في يوم يعني بالكتير قوي يعني، وهكذا. بعد كده بقى لما يبدا يشرح لك هنا الباكجز في السيكشن التالت دوت هيشرح في الباكج يعني وكده، هيوريك مثال عليها وهي نمباي. دي لايبراري من اللايبراريز الموجوده في بايثون، انا برضو شرحها في الكورس يعني الحمد لله. الواحد كان لمم شويه حاجات قبل ما يبدا يعني يكسل او ما يعملش محتوى يعني بقاله فتره، فبرضو كان الكلام ده كله هتلاقيه مشروح في الدوره بتاعت بايثون اللي انا كنت عاملها. هيبدا برضو ياخد فكره عنها كامله ويبدا بقى يشرح لك. وطبعا زي ما قلت لك الميزه هنا ان انت عشان تعدي من الدرس مثلا لازم على قد ما يعني لازم عشان تعدي من الدرس لازم تعمل الاكسرسايز مظبوط. فلو ما عملتش الاكسرسايز هتلاقي الموضوع بالنسبه لك في حاجات كتير جدا يعني بتقع منك او كده. فالى حد ما ده كده كان اول كورس. يعني انطباع عنه ان انا مثلا لو انا واحد كنت واخد فكره اصلا عامه عن البايثون حلوه يعني كويسه ودخلت في الكورس دوت، انا هبدا استفاد منه جامد لان هبدا يعني زي ما تقول كده هاندز اون كودنج يعني، واخش واجرب واطحن وكده. هتلاقي الموضوع بالنسبه لي مفيد جدا يعني وهستفاد. لكن لو انا كنت واحد ما عنديش معلومات اصلا عن البرمجه او معلومات اصلا بشكل عام واللغه بتاعتي مش كويسه ومش عارف لا انا بالنسبه لي هخش على الموقع زي ما اخش زي ما اطلع يعني، فاهم انت اللي هو مش هستفاد منه اي حاجه.
للامانه يعني عشان ابين لك الصوره كامله، عشان خاطر ايه ما تخشش وابقى انا حاسس ان انا ظلمتك او حاسس ان انا يعني دخلتك في حاجه انت هتبقى بالنسبه لك صعب عليك او كده. فحتى الان يعني بشكل عام الانطباع عن الكورس اللي هو ان الكورس ده كده بالنسبه لي كبدايه يعني حاجه قويه جدا يعني. فتخيل انت اصلا مثلا التراك الواحد مثلا فيه، ولنفترض تراك مثلا الداتا اناليست مثلا باستعمال بايثون دوت زي ما احنا شايفين كده قدامنا، مثلا ده اول كورس فيه اللي هو انتروداكشن تو بايثون. هتنزل تحت شويه هتلاقي فاهم مثلا لسه ايه الانترميديت مثلا بايثون، وبعد كده هتلاقي هنا مثلا في بروجكت. فالبروجكت دوت هيبقى مثلا، ولنفترض ان هو احنا مثلا بالريتم اللي هي ماشي بيه دوت ممكن ناخده في 3 يوم. فلو انا اشتغلت البروجكت دوت بناء عليه انا هبدا انقل لك صوره ممكن تقول اشمل شويه عن الموضوع ماشي ازاي، هل فعلا المشاريع بتاعته كويسه وتبدا تستعملها او كده يعني. وهوريك ازاي، هحاول اشوف لك يعني ازاي فكره ان انت ايه يعني ازاي تظبطها في حيث ان انت آه تعرضها كانها شغلك فعلا يعني وكده. فان شاء الله يعني هحاول اشوف طريقه ان انا ان انت بعد ما تخلص مثلا مشروع او كده لا تبدا تحطه مثلا في الموقع بتاعك او تبدا تظبطه يعني بشكل ما ان انت ايه تعرضه كان هو حاجه من الاعمال بتاعتك يعني كبورتفوليو وكده يعني. فان شاء الله ده التراك اللي انا ماشي عليه. نبدا نخش ان شاء الله الفيديو القادم يعني باذن الله عن انترميديت بايثون. تمام، ناخد فكره كده برضو عنها، سواء الكورس اتاخد على يوم واحد او على يومين. هنشوف يعني باذن الله الواحد ممكن يبقى ماشي ازاي او وقته ماشي ازاي بالظبط، وربنا يكرم يعني ان شاء الله. بس كده زي ما احنا شايفين لسه في حاجات كتيره جدا في التراك. تمام، فهو التراك متقسم على ان هو كام، ولنفترض ننزل ان هو 16 سيكشن التراك. حتى الان زي ما انت شايف كده قدامك على الموقع ان هو 16 سيكشن. انا ما اتوقعش ان انا عمري مش فيه يعني على 16 يوم يعني، انا بس في الحاجات اللي في الاول ممكن اكون انا عارفها كويس وكده يعني، فانا بنجزها بسرعه وبالذات عشان خاطر وقتي برضه وكده. فممكن مثلا ياخد مني ايه التراك ده، ممكن ياخد مثلا مني شهر، ممكن ياخد مني شهر وشويه. المهم ان احنا يبقى ايه اخدنا فكره كده عامه عن الداتا، التراك بتاع الداتا اناليست مثلا باستعمال بايثون على موقع داتا كامب، وهل هو مجزي ولا لا والكلام ده كله باذن الله. كده اول فيديو معانا خلص. انا طبعا حابب ان انت تقول لي رايك في التعليقات، لو انت مثلا حابب حاجه معينه مثلا اتكلم عنها بخصوص الموقع، فاهم انت مثلا حاجه معينه انت شايف مثلا عايز تسال عنها بخصوص الموقع يعني. انا كده كده ايه مشترك على الموقع، فعايز اقول لك يعني انقل لك الصوره كامله. فانت لو في اي حاجه معينه انت عايز تسال عليها بعرفني برضو، بحيث ان انت ايه ان احنا الى حد ما نوصل لنفس النتيجه يعني ان شاء الله. وانا هحاول لو لقيت مثلا وانا ماشي في الكورس مثلا حاجه معينه اعرف اشرحها بحيث انها تسهل عليك وانت ماشي في الموقع. لان انا بقول لك انا بنقل لك صوره الموقع ليه؟ لان الفكره كلها مثلا ان الموقع ده حاليا هو اصلا كورساته جاهزه. تمام، فانا مش عايز مثلا واحد يتعطل ان هو مثلا مستناني انزل محتوى او كده يعني، في حين ان انت في اماكن تانية الكورسات عليها جاهزه وبالذات بتقدم لك طريقه احسن في التعلم، اللي هي فكره ان انت اصلا ايه تعرف تكتب اكواد بسرعه والكلام ده كله يعني. وفي نفس الوقت انا مش مرتبط بموقع معين يعني، مش مرتبط بموقع داتا كامب بس او اي موقع يعني. لا انا ان شاء الله ممكن مع الوقت ممكن اجرب المواقع التانية اللي لها علاقه برضو بالداتا، والمواقع اللي لها علاقه بالحاجات التانية، مش بس مثلا الداتا او الذكاء الاصطناعي وكده. لا، المواقع اللي لها علاقه ان شاء الله ده اللي جاي يعني، المواقع اللي لها علاقه مثلا بالويب ديفلوبمنت، حاجه زي ويب فلو ان شاء الله برضو ممكن اعمل لك عنها سلسله كده اشرح لك مثلا ازاي تعمل. بس دلوقتي انا اللي هشرح بقى ازاي تعمل مثلا موقع باستعمال ويب فلو الكلام ده كله يعني. فباذن الله هيبقى فيه محتوى، وزي ما قلت لك انا هبقى عباره عن واحد بينقل لك الصوره، بحيث ان انت لو حبيت تشترك في موقع زي ده يبقى انت عندك مرجع واحد مثلا يستعمله 30 يوم ورا بعض، شوف انت هو عمل ايه. بس انت ما تحطش في اعتبارك زي ما قلت لك ان انت هتعمل كده في 30 يوم، لا انت قول مثلا انا ممكن اعمل كده مثلا ايه في 60 يوم، ممكن اعمل مثلا كده في 90 يوم، في 3 شهور مثلا، مفيش اي مشاكل، مفيش حد مستعجلك على حاجه او كده. وربنا يعني يكرمك، واهم حاجه الاستمراريه يعني، فاهم انت ايه عليه الصلاه والسلام كان بيقول اللي هو خير الاعمال ادومها وان قل تقريبا. فاهم حاجه ان انت تداوم على العمل اللي انت بتعمله. طبعا الواحد كان قبل كده بيداوم على الاعمال بالذات لما كنت بشرح يعني وكده، بس بقالي فتره كبيره يعني منقطع، فربنا يعني يكرم وان شاء الله ايه نكمل السلسله دي على خير. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش لايكك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لو انت يعني مش مفعله عشان يوصل لك كل اللي ينزل يعني اول باول. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.